شو عندك أمنية بسرعة؟ اموت وانا ساجد. تموت وأنت ساجد؟ يا الله. طب أنت يا راضي أخوي بتصلي؟ لا. طب فيديو، سيبك من الفيديو، تعال اقول لك معلومه او كم معلومه كده تحببك في الصلاه، وان شاء الله يكون الفيديو ده يعني ناس كتير تسمعه باذن الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما ياتي العبد الى الصلاه تكون ذنوبه على عاتقيه، على كتافه وعلى راسه، كلما اطال السجود تتساقط عنه الذنوب. الله اكبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ارحنا بها يا بلال. الصلاه اللي انت بتصليها ديت همزه الوصل بينك وبين ربنا. الصلاه ديت امر خطير جدا. ابليس ما رضيش يسجد لادم، لابانا ادم، ابى واستكبر، لكن انت مش عايز تسجد لله عز وجل. ربنا غني عن صلاتك وعن صلاتي وعن اذكارك وكل ده. الصلاه دي هتلاقيها في الاخره، وهي اللي هتنفعك وهي اللي هتكون ليك. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. انا بطل الذنب ده واصلي. مش هتصلي؟ صلي وقول: يا رب اتوب علي، يا رب عني. ودايما ادعي وقول: يا رب انا ضعيف،